السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا بيراميدز بيستعد كده للسفر لجنوب افريقيا طبعا للقاء الذهاب مع صن داونز في دوري ابطال افريقيا، وكل التوفيق لنادي بيراميدز. هيسافر غدا الاربعاء ان شاء الله. وطبعا كان طلب تأجيل ماتش سيراميكا كليوباترا في الدوري والرابطة رفضت. طلع ثروت سويلم النهارده بعد غياب من ما شفناش من ايام ما الزمالك انسحب. كان بيلف على جميع القنوات، بيلف الزمالك يطبق عليه اللائحه، الزمالك يطبق عليه اللائحه، كان بيلف على جميع القنوات كده. الحمد لله ظهر النهارده كده مع هاني حتحوت. بس برافو هاني حتحوت، برافو هاني حتحوت، طلع كل اللي جواه. قال له ليه ما نكونش بمسطره وليه شغالين بمنقله وليه. اسمع بقى ثروت سوالم معاها قال ايه. ووافقة الأعضاء كان هيتأجل. ما احنا وافقنا على ما انتوا مجلس الإدارة اللي في ايديكم قرارات محصنة تأجلوا. لا مستنيين الجمعية العمومية تقول لكم أجلوا. احنا وعدنا الجمعيه العموميه ان لا تاجيلات. كله كان بيقول لك انتوا كنتوا بتاجلوا والكابتن عامر بيأجل مجامله للنادي الاهلي. قلنا ما فيش تاجيلات. ماشي. لكن لو كان جه بيراميدز وقال يا جماعه بعد اذنكم انا بمثل النادي الاهلي، مش بيكلم الرابطه، بيكلم الجمعيه العموميه. انا بعد اذنكم عايز أجل ماتش سيراميكا. الجمعيه العموميه لو اخذت قرار قالت بعد اذن الرابطه احنا عاوزين ناجل ماتش بيراميدز، ما كانش حد يقدر يتكلم. ما انتوا لما لغيتوا خصم ال3 نقاط ما خدتوش رأي الجمعية العمومية، اجتمعتم كمجلس إدارة لأن لكم الحق في تفسير أي مادة وأي بند. كابتن هاني احنا قلنا يا جمعيه عموميه يا 18 نادي مفيش تاجيلات لا اهلي ولا زمالك ولا كده. فبقول لحضرتك لما خدنا موضوع 3 نقط ده موضوع مختلف. طيب بيراميدز اهو اعترض، الزمالك نفس القصة، والزمالك كان حتى أكثر وضوحا في اعتراضه ببيان رسمي. علاقتكم بالزمالك للموسم الثاني على التوالي واضح ان هي مهتزة شويتين. يعني مهتزه بشكل ازاي؟ بيانات تلو الاخرى، الزمالك مطلع في حقكم بتاع 6 بيانات اخر 3 اشهر. ما انا ما بقول اي كلام فبيتاخد، يعني اي كلام فاهم في الموضوع فيما يخص. قول بس بهدوء. لكن انا يعني وجهه نظرهم ورؤيتهم اللي هم شايفينها. لكن في الاول وفي الاخر الزمالك ملتزم في الدوري بقرارات الرابطه. يعني الزمالك هيجي يقول لا انا مش موافق على الهبوط، على الغاء الهبوط، خلاص الموضوع. يعني انا بكلم حضرتك. لا بس هو ده تعبير عن استيائه من القرارات بتاع الرابطه عموما، مش فكره الغاء الهبوط. هو متضايق من ان هو شايف ان انتوا لم تكونوا عادلين في التعامل معاه. عمر ما حضرتك هتلاقي في اي مكان كل الناس موافقه عليك او كل الناس معترضه عليك. لازم يبقى في كل مكان في ناس رافضه لقراراتك. فبالتالي نادي الزمالك نادي عريق ونادي كبير، اعتراضه ده من حقه، انه ما يجيش برضه من حقه. لكن القرارات بتاعه الرابطه هتسري على كل الانديه 18 نادي، هتسري على 18 نادي. في حد مش هينفع اقول مين لان هو يعتبر مسؤول يعني بعت لي بيقول لي ما سيراميكا كليوباترا وافق على تاجيل مباراته مع بيراميدز. وافق فعلا صح. طب ما ايه؟ لا في فرق. ما امبي لما وافق على تاجيل مباراته مع الاهلي رحت قلتوا خلاص، رحتوا انتوا طالعين باين قلتوا بناء على موافقه امبي على تاجيل مواجهته امام الاهلي اجلنا المباراه. طب ما سيراميكا وافق. طب ماتش بعد اذنك امبي والاهلي رابطه. لكن انا بتكلم على الدوري. سيراميكا وقف كابتن معتز وقال انا على فكره يا جماعه انا موافق على ماتش تاجيل الماتش. احنا طب فين صاحب الموضوع اصلا بعد اذنك؟ يعني اللي هو بيراميدز. يعني بيراميدز لو كان موجود حتى لو هو معترض على الرابطه ومعترض على خاطر الرابطه ماشي موجود وقال انا عاوز اجل الماتش، كان الوضع يبقى مختلف. ليه؟ كان يبقى قرار جمعيه عموميه. ماذا ان صعد بيراميدز وقال انا مش جاي العب ماتش سيراميكا؟ هتعملوا ايه؟ نفس القرار اللي في اللائحه هيطبق على بيراميدز. انهي واحد بقى، اللي هو 3 ولا 6؟ لا 6. مش بقول لك الصراحه اصل انت ما عندكش مبالغه. ما زيه زي الاهلي هيقول لك ظرف قهري عندي ماتش جاي من جنوب افريقيا وتعبان. هتديله 6 مش 3؟ دي بقى يبقى يعني في اجتماع الرابطه بقى واجتماع لجنه المسابقات وما تحدد. بس انا بقول لحضرتك ان ده مش هيحصل اصلا. خلوا المسطره واحده والله الكل هيتبسط، والله كلنا هنفرح. يعني انت شايف ان المسطره مش واحده؟ عايز رايي انا بصراحه.
مش هتزعل مني لا صح؟ عمري ما ازعل منك. احنا شغالين بمنقله والله مش بمسطره. ما عادش في منقله اليومين دول. لا ما كانت، انا على وقتي ايام المدرسه كانت منقله. منقله كده بنقعد نلف بيها كده نعمل دايره. بس انا عاوز اقول لك احنا شغالين بمنقله. عاوز اقول لك حاجه كابتن هاني، او الرابطه بالذات. انا مش شايف في اي تدخل في قرارات لجنه المسابقات. اول مره التدخل في ماتش الاهلي، اول مره. ليه؟ في رؤيه انت شايفها او الرابطه؟ رايتم ان هو ظرف طارئ قهري، وان الاهلي لم يتعمد اثاره مشاكل خالص. طه عزت مستمر الموسم اللي جاي كمدير اداره المسابقات. نعم ام لا؟ يعني انا ما اقدرش اقول لك. مش هتشوفوه في الكره المصريه تاني. السكوت علامه. مش هتشوفوه في الكره المصريه تاني خلاص. طه عزت كده اعتبروه بره الكره المصريه. دي ليها معنى. لكن انا بقول لك ان الدوري المصري هو طبعا بيجتهد، ويمكن اول ظهور ليه في الدوري المصري. الدوري المصري واللي انت شايفه كده محتاج خبرات. يعني بص ماشي، خبرات كبيره جدا. هو اجتهد جدا وبيشتغل باجتهاد وبيشتغل كويس. لكن موضوع ان التجديد ليه وكده ده موضوع لسه ما حدش اتكلم فيه يعني. لان برضو الرابطه هينتهي عملها الموسم ده، ويبقى في بقى اجتماعات تانية وتحديد بقى شكل الرابطه ايه والكلام ده. هو لسه في اجتماعات تانية لتحديد المجلس بتاع الرابطه الموسم اللي جاي، ولا الاجتماع اللي حصل اول امبارح ده هو اللي معناه استمراركم للموسم اللي جاي؟ ما حتى لو استمرار الموسم الجاي ليها اجراءات معينه يعني. ايه هي؟ ان بيجتمع الرابطه وبتشكل الرابطه وشكل الرابطه واداره المسابقات. لان برضو خلي بالك في ميزه في الرابطه دي، ان لما بيحصل بتحس ان في سلبيات موجوده بتتناقش عشان ما تتعملش تاني. زي ما انت حضرتك كده قلت احنا عاوزين مسطره واحده. صح. وارد جدا ان انا بقول لك كلام سياسي واقعد اقول لك احنا ماشيين على مسطره واحده وما يكونش ده هو الحقيقه. صح مظبوط. فبالتالي لكن لما نقعد احنا السبعه موجودين، اتضاف على فكره مكان كابتن عماد الكابتن ابراهيم الكفراوي قاعد مجلس اداره النادي الاهلي السابق. نقعد نتكلم ونقول لا يا جماعه فعلا لما الكابتن هاني حتحط كان بيتكلم وبيقول منقله ومش منقله، لا الكلام ده فيه ممتاز. اهم حاجه ان الواحد لما يغلط يتعلم. فانا عاوز اقول لحضرتك في كلام اقوله لك واقعد ادافع والنفذ. لكن انا ببقى جوايا حاسس ان كلام فيه جزء من الصح. هل طلب الاهلي زياده الاجانب؟ هو مش بالشكل ده. هو النادي الاهلي طلب ان زياده الاجانب يعني بدل ما يكون في 5 هو 5 في الملعب. ماشي. ما زادش عن ماشي. لكن قال انا داخل بطولات كتيره فاجيب جانب اكتر من 5. ماشي. لكن انا ملتزم بلائحه الاتحاد ان 5 يكونوا في الملعب. والسادس تحت السن. تحت السن. لما يخرج واحد من الاجانب طبعا ده مقترح قدمته للاتحاد عشان ياخد قرار بشأنه. وده كان مقترح من النادي الاهلي من كابتن محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف لما جه وهيتعمل استثناء للاهلي في كاس العالم للانديه يقيد من يريد. ده موضوع عشان كاس العالم للانديه. وده الفيفا اللي قالت كده. مظبوط. مش الرابطه. مظبوط. الطلب ده تم التصويت عليه، موضوع 5+1 وبالاغلبيه، ودي توصيه والاتحاد يخلصها. في اي حلول للملاعب؟ ده كده كان كلام ثروت سويلم بعد غياب فتره، بعد غياب شويه تحس ان هم ايه يعني، هم شخصيات بعيده عن الرياضه ده مع نفسهم، لكن بنتكلم عن القرارات والرياضه ما ينفعوش يديروا مركز شباب. انك تجيبهم تخليهم في الرابطه ده ما ينفعش يديروا مركز شباب. في ثروت سويلم ده اللي كان بيلف على جميع القنوات، الزمالك هيتطبق عليه اللوائح وخصم 6 نقط و3 وايه. دلوقتي بيقول لك قوه قهريه في زلازل وبراكين حصلت في اليوم ده اللي فيها 54 اتحاد كانوا موجودين هنا في مصر، ما شفناش حاجه. كان في انتخابات والدنيا كانت حلوه، وانفانتينو رئيس الفيفا كان موجود، ما شفناش الكلام ده اللي هنا. بقى قوه قهريه دلوقتي. مش عايزين نكتر في الموضوع لان هو الموضوع علاء عزت جاب يعني الكره الارضيه، الكره المصريه جابها في الارض. علاء عزت كده مع ابراهيم فايق جابها كده الارض. طبعا ده كان موضوع بقى الزمالك. وطبعا كابتن عمرو الجنايني بيخلص في صفقات. مهند علي ده خلاص احتمال كمان ان الايام اللي جايه هتلاقيه موجود في مصر. سام مرسي بعد فريقه ما هبط. طارق حامد، فريد الملالي، وطارق ورمضان صبحي. المفاجاه رمضان صبحي بنسبه 99% موجود في الزمالك. رمضان صبحي موافق
رمضان صبحي موافق خلاص، بنسبة كبيرة بيخلص عمرو الجنايني مع إدارة نادي بيراميدز. مع الشمسي طبعا هتشوفوه إن شاء الله في الزمالك. طبعا ده كان موضوع الزمالك. موضوع بقى الأهلي واحتراضاته. الأهلي آخر بطولة واخدها الأهلي، واخدها السوبر المصري، واخدها بحكم مصري في الإمارات، مش هنا في مصر، ده في الإمارات. قبلها بنفس الأسبوع كان مغلوب في السعودية من حكم أجنبي بهدف ناصر منسي اللي قلب الدنيا. ازاي ناصر منسي وازاي شيكابالا ينزل يرقص بالكاس قدام تركي الشيخ ويضايق تركي الشيخ اللي صارف ومكلف وعامل مهرجانات. هو الماتش ده اللي قلب الموازين. خش بقى على الزمالك، مش لاقي رئيس النادي بيروح يكشف فم المصريين، بتلاقي رئيس النادي الجنب التاني بيجيب صفقات بالمليارات. ليه ما نمنحش الكلام ده كله؟ ليه الكلام ده كله ما يتمنحش؟ ده كان موضوع. شكرا والسلام عليكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.